وفاة السيدة سهير ترك أرملة الفنان فريد شوقي والدة ابنتيه عبير ورانيا فريد شوقي، الزوجة الخامسة للراحل فريد شوقي. أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي خبر وفاة والدتها السيدة سهير ترك، وكتبت وقالت: توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي السيدة سهير ترك أرملة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي. كما نشرت الفنانة الشابة ناهد السباعي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير تركي والدة خالاتي عبير ورانيا فريد شوقي، نسألكم الفتحة والدعاء لكل من فقدناهم. ومن عدة أيام كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي تدوينة وقالت فيها: أمي أنت النفس اللي بتنفسه، أنت ضحكتي والحضن اللي بيضمني واطمئن من تعب الدنيا، والنظرة في عينيكي دنيا. أنا عايشة بدعواتك وحنيتك يا رب، أسألك أن تشفيها وتعافيها وخد من عمري وصحتي وانعم عليها بالصحة وطول العمر، دي هي كل دنيتي يا رب، أكبر بخاطري يا رب. والكلام ده كان لوالدتها قبل وفاتها. ونشرت ليها صورة تجمعها هي بالسيدة والدتها الراحلة السيدة سهير ترك. تزوج الفنان الراحل فريد شوقي 5 مرات، الأولى من ممثلة وهو عنده 18 سنة ولكنه تم الطلاق والانفصال، وتزوج من محامية وكانت بينهم قصة حب جميلة، وكانت غيره عليه جدا لدرجة ان هي فكرت في الانتحار، وكان اياميها موظف. لما دخل التمثيل اتطلقوا وابتعد عنها، وبعد كده اتجوز السيدة زينب عبد الهادي وانجب منها ابنته الوحيدة منى، وبعد كده تزوج الفنانة هدى سلطان وانجب منها ناهد ومها، وتزوج في المرة الأخيرة السيدة سهير ترك إلى أن توفاه الله وأنجب منها عبير ورانيا ابنتيها، كانوا مسمينه في الوسط الفني أبو البنات. تزوج السيدة سهير ترك من سنة 1970 إلى 1998. الفنانة بنته رانيا فريد شوقي عندها بناتها اللي هم أحفاد فريد شوقي هي ملك عوض وفريدة عوض، وعبير بنته لم تنجب. بيحكوا الناس وبيقولوا عن كرم السيدة سهير ترك في بيتها، وبتحكي رانيا فريد شوقي وبتقول ان والدتها تعبت وكانت موجودة في العناية المركزة، اللي كان عندها ضيق في النفس وكانت بتحتاج الى رعاية خاصة، وكانت بتقول دايما وبتكتب تدوينات ان والدتها في وعكة صحية شديدة، وبتطالب الناس بالدعاء لوالدتها. الفنان فريد شوقي من مواليد 30 يوليو 1920 والوفاة 27 يوليو 1998 عن عمر 78 سنة. وعن قصة تعرفه بالسيدة سهير ترك، كان بيعرض في اسكندرية مسرحية الدلوعة مع الفنانة نيلي، وأثناء الاستراحة بين الفصول المسرحية كانوا المتفرجين بيطلعوا للفنانين في اوضهم ويتصوروا معاهم وياخدوا منهم اوتوجرافات. اتعرفت على فريد شوقي وقالت له عدة آراء على مسرحيته وملاحظات. قالت السيدة سهير ترك إن والده توفى، ووقتها كمان كان مطلق الفنانة هدى سلطان. رجعت القاهرة بعد المصيف مع مامتها وأهلها واخواتها. بعد ما قرت ان والده توفى قررت ان هي تروح تعزيه. كانت ماشيه في وسط البلد هي وابوها، ومر وهو صدفه كده وهو راكب العربيه، فركبت معاه هو وابوها وتعرفوا على بعض وكده، وهي نازله اداها الكارت بتاعه وقال لها كلميني ضروري. واول كلمه قالها لها فريد شوقي: تتجوزيني؟ ردت عليه في التو لحظه وقالت له: انا موافقه. السيده سهير ترك بنت عيله كبيره جدا، اصلها من الصعيد، وابوها رضي على الجوازه لكن عمها لم يرضى. وطبعا لما اتجوزته كان هو في سن كبير، فقالت له افلام الاكشن ما بقتش يعني موافقه ليك او مناسبه ليك، فعمل مضى قطار العمر بالوالدين احسانا، وقفت جنبه كتير. وبعد وفاته حصلت مشاكل الميراث بينها وبين الراحله الجميله المنتجه ناهد فريد شوقي، لان ناهد استولت على شركه الانتاج، والسيدة سهير ترك خدت الفيلا اللي موجودة في العجوزة، وشركة الإنتاج دي كان اسمها نيو ستار. الشركة بيملكها فريد شوقي، وبنته ناهد فريد شوقي كان بتتولى إدارتها وهو حتى موجود وعايش. باعت ناهد فريد شوقي الأفلام وإخواتها زعلوا، عملوا فرض حراسة على الشركة وطلبوها إن هي تعمل لهم كشف حساب عن سير العمل. وبالفعل ناهد فريد شوقي رفعت برضو قضية علشان تاخد الفيلا العجوزة اللي مقيمة فيها السيدة سهير ترك وبناتها الاثنين رانيا وعبير. في الوقت ده السيدة سهير ترك رحمة الله عليها طلعت عقد بيع ابتدائي وقالت ان فريد شوقي باع لها الفيلا هي وبناتها، والعقد لم يسجل. ودخل اخوات الراحل فريد شوقي البنات والرجاله في الميراث لانه ما عندوش ولد. اعلنت اسره السيده سهير ترك وابنتيها رانيا وعبير
إن صلاة الجنازة بكرة إن شاء الله من مسجد الكواكب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء والدوام